السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز الفني خدمة ديزل الإصلاح وربط ترمبات والرش. النهارده لو أنت عندك دبابة أو جامبو وعاوز تعرف العربية دي إيه مشاكلها، تعالوا مع بعض أقول لك إيه مشاكل العربيات دي النهارده. معانا جامبو الناحية التانية أهو، ومعانا اتنين الناحية التانية همت. تمام، تعالوا نشوف بقى الناس دي جاية منين ونعرف إيه المشاكل بتاعت العجل ده. دي 22 مشكلتها صح. كل اللي بنحله موضوع الوش، وهو حد نطر له برشامه وبتطلع على الترمبه اهو، صح؟ طبعا احنا يا جماعه ده مش شغلنا، طبعا احنا بنرجع الوش ده لسه ما حلتش حاجه، يعني لسه ما حلتش حاجه. شوف قبل عشان البرشامه كانت منطوره. يا جماعه ما تفتحش على الترمبه، اللي هتفتح على الترمبه العربيه هتدخل برضه مش هتمشي، فانت ما تفتحش على الترمبه. تمام؟ 22 ان شاء الله انتظرونا بقى ده هو بعد تعالى يا حاج الاخير، تعالى عندي، تعالى عندي يا صاحبي. دي طبعا جايه لنا من السويس، جايه من المنصوره. خليك هيعديك فاستر دي جايه من المنصوره. تمام؟ الشامبو دي بتاعت اخويا المحترم ده جاي من اليوم الفيوم احسن ناس طبعا. الله يخليك يا اسطى، خير الله يخليك يا اسطى. كانت ايه مشكلتها؟ والله كان عند العربيه فيها دفع وتقيله في النفس. عبرت ربنا يعني تسلم ايدك ان شاء الله، هيبقى فيها اي حاجه. الراجل المحترم ده ما شاء الله، يعني انا والله جاي بدون ما حد ولا واحد رن عليا ولا خدت رقم من اي حد، متواصل على النت يعني. الراجل المحترم ده جاي على ترمبه والرسول ومرد الله. قلنا لك ايه؟ قلت له والله ما فيها حاجه ان شاء الله نحل وما فيهاش كل اللي كان فيه حاجات بسيطه كانت بس حلوه وانا حلوه. كل اللي كان في العربيه حاجات بسيطه وايه بنعمل. معانا واحده ثانيه اول مره اليوم بقول لك رحت عند واحد والله قال لي هو ده الله يسهل. احنا لينا الواقع اللي قدامنا. تعالى فكريني بس انا ربنا كرمني ورميت الساعه في بالك. جاي منين؟ المنصوره دي. جاي لك من المنصوره. ايوه بس بتاعت المنصوره دي بقى فيها عكه محترمه. رمات التربو دي يا جماعه المجموعه بتاعت الميزان اللي راكبه لا زي ميكس، ما تجيش تشيلها وتحط لي 5 6 ورق تعالى. طبعا ربنا يستر كل الناس. الحمد لله عندنا يعني شغل وعندنا حاجات كتيره من الموضوع. تعالى كده بصوا يا جماعه الجلد الولد اللي هو حاططها بتاع البيت. طبعا هو راح مره واثنين وثلاثه و10. هي مش مجموعتها، ليه كل الورد دي بقى؟ بص هي دي كل الورد دي 1 2 3 4 5. ليه ما نجيب مجموعتها؟ كل المجموعه بتاعتها زي الصوت اللي معاك دي مجموعتها الاصلي، يعني رمات التربو دي الاصلي اهي. ايش جاب وحاطط له صوصات؟ ايه ليه الكلام ده؟ عريس المصر وعريضك هتكسب كان حلك كده. قال لك لما يجي عند الوسط احمد لما يجي عند الوسط احمد ما تمشي على طول. شايف الحب؟ لف كده حب بص شاري موت اهو. شايف الحب؟ ده حب ده خلي بالك والله. احلى جوز عليكم، ربنا يستر على كل صاحب عربيه. احنا هنا يا جماعه الحمد لله ما بنسيبش عربيه غير لما تبقى في مشكله بترجع لي تاني. مالك اي شغل على الحق. امسك يا عم امسك. تعالى العيش يا جدعان، العيش على القديم. يعني ممكن مثلا بقى لنا كام سنه مع بعض؟ قديم ولا 3 سنين. دي 3 سنين العربيه ما جاتش هنا من قبل ما تحول. انا يا جدعان العربيه بقى لها 3 لا ان شاء الله ما تيجي تسلم بس. شغالين فيها جوه اهو، شغالين فيها جوه. ما تنزل على وداني بقى يا عم وائل. ايه ينزل يا عم؟ بقول لك العربيه على ما بقول لك يا سهيل مش فاضي يا جدع والله. يعني انا والله لسه شغال لك فيها. ايوه يا عم لا نزل واحد بس. طب خد موز. ايوه كده اهو نزل واحد بس. حد ياخده نص وائل
اخونا الكبير حبيبي يا حاج اديني لو واحد انت عاوز مكنه عاوز عربيه عند النص واحد. اديني واحد بس يا حاج. هو انت جايبني يا اسطى هيشيلك السنه دي يا صلاح؟ مره يا عم الشاحن الناس ولا يا حاجه يعني موز افتح السنه جايه وانا جاي على جنب الناحيه الثانيه اهي ده حل وش على كده خمس نجي عندنا من اسكندريه حل وش بس اهي وحل 4 رشاط جاي منين يا صاحبي؟ احسن ناس يا باشا. طب الراجل جاب لك الشاي وبيدور عليك هناك حبيبي يا محترم نوقف في العجل لحد ما نفتح المركز الجديد ان شاء الله. ايه اللي بتجيبنا يا صاحبي؟ وفي 2 جنبه الناحيه الثانيه. ايه اللي يا صاحبي؟ انا بس عايز اقول حاجه. طبيعي طبعا الزبون ده لسه جاي يا جماعه. حاول برضه يشوف مشكلته ايه عشان لو العيوب دي عندك ما تقعش في مشكله والموضوع ساعات بيبقى بسيط. ايه يا صاحبي؟ وريني هنا يا صاحبي. بص يا جماعه مسكت الدراع بتاع الاسفلتيه العربيه بطلت. ده كده عيب وش مزين. وش مزين عاوز حل. هقول لك كل حاجه دلوقتي. يعني صور على الاثنين هناك دول. بعد ما حليتها لقيت ايه كارثه كارثه اقسم بالله. اتفضل بص الدراع عامل ازاي. المفروض السوسته ده يا جماعه بتبقى راكبه فين؟ راكبه في الجراب ده. بصوا بقى هنا يا جماعه السوسته عامله ازاي. يحطوا الورد وديزل مصر يشيل الورد. ده لسه غير الورد امسك كده يا ابني. بصوا يا جماعه انا بفور كل حاجه قدامكم. بصوا الورده محطوطه ازاي. بصوا يا جماعه الشغل الفلح اللي الناس بتعمله. ورده 12 ورده نحاسب. ادي الوش اتحل اهو وادي الراجل المحترم اهو. تمام ما تخافش خلاص ما انت اتفضحت كده كده وانت اللي حطيتها اهو. بصوا يا جماعه الورده اهي ورده بلف بتاع الترومبا اهو. بصوا اهو. بصوا السوسته دي وريهم يا ابني المفروض بتبقى عامله ازاي. بصوا يا جماعه السوسته دي قفل الدراع تاني كده بس طبعا احنا لسه هنعمل شغلنا اهو. بصوا كده يا جماعه الفرق اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا لسه احنا هنغير السوسات دي ونغير الكلام ده كله عشان موضوع السحب. طبعا قلت عامله صنايعي محترم ده يخلي العربيه تموت في السحب ويخلي العربيه تموت في مطالع كفه الاكسرتيه تتقل ويخلي العربيه لا قدر الله قدر ممكن تسحب بستم. العربيه دي لو مش جديده كانت ممكن تسحب بستم. ليه؟ اللي انت كده مش فاتح عليها. انت كده مديها جاز يعني قد الكميه بتاعتها 3 4 مرات وغير مسمار الجاز يعني انت مش راحمها يعني مديها من جوه ومن بره. ما شاء الله عليك والله. ايه اللي كان بيحصل معاك في العربيه يا صاحبي بقى كده؟ طبعا مطلع بتموت في المطالع مش ماشي خالص. صح كده؟ تمام كده. وهو القصه كلها بقى يا جدعان من الصنايعي كان عامله ده. الورده البنتونتور السيستا قدام انت كده قفلت الميزان خالص عمره ما هيفتح. تمام. ده طبعا ده الجزء الثاني فاضل لكم جزء ان شاء الله عشان نعرفوا ايه كل حاجه بتتم في العربيه. يلا يا ابني خش غير الحاجه دي يلا. الجنب طبعا كانت حله ترومبا بالظبط. طبعا ما سمعتش الباب الثاني وسمعت غيرنا في المكنه. الله اكبر تبارك الله. بصوا دخلنا ولا حلول ولا الهواء. طبعا يا جماعه خلصنا الصنب واخواتي اللي شرفوني طبعا الفيوم بلد كلها خير بامانه الله. ايه رايك؟ بجد الله تسلم. طبعا يا جماعه العربيه كانت جايه هو كان جايب ترومبا من فتره استراد واحنا حلنا ظبط ما عمرناش وزي ما انتم شايفين صوت المكنه اهو. كان جاي طبعا سبوره دخنه والكلام ده كله. بامانه ايه رايك؟ والله تسلم ايدك. بجد ايوه انت كده هتجرب الجنب وما تجربش جربها. انت جاي عشان ايه؟ عشان دخنه في دخنه؟ لا لا في نغمه في هزه في المكنه؟ لا ان شاء الله ما فيش حاجه. ايه رايك انت بقى؟ الله ينور. بطل لعب ببجي بقى تخرب بيتنا انت كده. شرفتونا هندسه تحت امرك. خش على الدبابه دي كده. خلاص يا باشا دور وسيبها دايره 5 بس. هو المحترم. انا لاجل الامانه في حاجه برضه عايز اقولها للناس كل واحد اللي هيجي يعني. انا عايز اجيبك تشوف الطابلون بتاع العربيه تلاقي لمبه الجاز منوره. انا قاصد اجي هنا وهي لمبه الجاز منوره لان العربيه كانت لما يبقى ربع التانك كانت العربيه بترعش. تمام. والعربيه ما بتدورش لما اجي ادورها لازم اكارم.
فلاجل الامانه الحمد لله رب العالمين. عم احمد ربنا يبارك لك، سحب وكل حاجه في العربيه الله اكبر. مشي كام كيلو في اللتر؟ في اللتر النهارده انا قايسها من التفويله الاولانيه لحد دلوقتي مشيت 12 كيلو ونص. العربيه دي كانت معموله عندي من كام يوم وهو جاي مراجعه وقال لي مش هعمل معاك الفيديو لما اجرب عربيه. تحت امرك يا خالد حبيبي، ربنا يستر عليك. ما تنقوش عليا بتمشي 12 بدل ما تمشي 5 والله يستر عليك. الجاز غلي طبعا يا جماعه. احنا من هنا من ساعه ما الجاز غلي واحنا على قد ما بنقدر بنمشيك، نحاول نمشيك 12 11 10 عشان طبعا الجاز غلي والكلام ده. والعربيه كانت مشكلتها تيجي على نص التانك تبطل. تعالى الدبابه الثانيه خلصت بتاعت المنصوره اهي. تعالى كده دور يا ابني كده، دور يا باشمهندس، دور يا بيه يا بيه يا ابني. الكبوت اللي على دماغه امسك. طبعا دي خلاص خلصت معاها. كانت جايه بصوا دي بقى اللي كانت جايه فيها ورد وكانت جايه ولسه مع عربيه بارده متلجه، ولا هزه ولا رعشه ولا نفضه ولا الكلام ده كله. لسه بنشطب فيها برضه هيطلع يجرب. كانت جايه شبوره داخل على الدكان ليه؟ عشان مجموعه الميزان ما كانتش بتاعتها. الراجل ده بيعمل كفته 100%. انا عارف ان انت مهبط. بطل يا باشا دور كده، دور عرض، دور ان شاء الله. عند ديزل مصر بنعمل كده. معانا الجامبو لسه هتحل اهو، تمام، لسه دي جايه لنا برضه هتحل. معانا الجامبو الناحيه الثانيه اهو. ربنا يستر على كل متابعينا ومركز الفن خدمه ديزل. انتوا طلبتوا قبل وبعد وقبل وبعد يا جدعان بتعبني، بس ديزل مصر بيعمل اي حاجه عشانكم. الدبابه بعد ما خلصت اهي، تعالوا مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه، العربيه ايه اللي كان فيها. طبعا انتوا عرفتوا كان قبل وده بعد في التشطيب. دور يا باشا كده بعد اذنك. المنصوره وادم المنصوره اخواتنا، وانت واقف على الارض. ايوه كده. ايه رايك في العربيه؟ بامانه حبيبي العربيه دي كانت جايه يا جماعه ما تسحبش، متعدله دبابه عاديه واقفه فاستر زي ما انتم شايفين، وما شاء الله الله اكبر يعني. سحبها ومشاها كل حاجه رجعت على ابوها تاني، تمام. عربيه جايه من المنصوره وبعد ما خلصت اهي. معانا الجامبو الثانيه دي يا جماعه اهي، دي حله ترومبه ورشات، وادي كباسه بايظه اهو زي ما انتم شايفين، كباسه محروقه اهو، تمام. وادي البضاعه اللي بتركب طبعا لسه الترومبه متفوره اهي. وادي يا جماعه البضاعه اللي احنا بنركبها. عندنا كل حاجه ان شاء الله. دي ال 15 اهي، كباسات يا جماعه الاصل اهي بتاعت الاستيراد زي ما انتم شايفين اهو. الفواني ال 185 اهي، 185 اهي الاصل بتاعتها. المجموعه بتاعت الميزان الاصلي كله يا جماعه عندي واحد، يعني انا ما بركبش حاجه. وبرضه هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله واحنا بنقفل العربيه. الجامبو بعد ما خلصنا عمرناها تمام. اخويا طبعا عوض جاي لي من صفت، طبعا دي محمد طبعا بعت له السلام، هو اللي بعتهم. الله يسلمك يا حبيبي. راجل محترم واخرينا. طبعا العربيه دي خدت عمره كامله يا جماعه. طبعا عمره كرتونه. الكرتونه معنى الكرتونه يمكن انتوا اول مره تسمعوا قصه الكرتونه. الكرتونه دي يعني كل حاجه، ميزان وفواني وكباسات وبلوف وطقم مصلح كركه وطقم جوان، بتيجي كرتونه كامله بالفواني بالسوسه بكله، كله بتفرغ بتسمع نغمه مكنه. الراجل بامانه الله ما كملنيش ما شاء الله بجد والله. يعني في ناس بتعمر ب9 وفي ناس بتعمر ب10، بس ما في بيقول لك ايه، شيل طقم مكبس حط طقم مكبس. تبص تلاقي العربيه فرعشه، بص العربيه المفروض بتتنفد، بص تلاقي العربيه حتى دورتها مش مرتاحه. كل انت لما بتبقى جاي كرتونه كامله تسمع نغمه مكنه. تعالى دور كده شاشه نديان. دور بص يا جماعه ما شاء الله من على الارض من تك على كده، ولا هزه ولا رعشه اهو. طبعا احنا بعد ما بنعمر بنعمل ايه؟ تعالى اقول لك بنعمل ايه. بنعمل ايه بعد ما ديزل مصر بيخلص يا جماعه؟ بنعمل كده. عايز اول الدوسه رعشه في ربع الدوسه. ليه؟ المكنه زي ما انتم شايفين باب تاني بيحضر، ولا رعشه في اول الدوسه ولا فوق الدوسه. ولا ما سمعتش ابو شخره؟ سمعك ابو شخره تاني؟ سمعهم تاني؟ نسمع تاني. تعال ركز في عربيتك.
تجيش وكوبايه اشرب، تعال اشرب ما متلجه وربنا. طبعا العربيه دي جايه بتموت في المطالع وجايه بتدخن. طبعا دول عاملين لا مؤاخذه في الكلمه بعد احترامي بتوع الفراخ، يمكن دول اشد منهم، عندهم بيرفعوا عيني. ارتفاع. ومعانا الثانيه لسه اهي قفل. تعالوا يا جماعه لسه برضه اهي. الصعيدي اللي تعبني اقسم بالله، تعبني ومجنني. تعالوا ما تجيبوش. يلا يا عم نزل. طبعا يا جماعه الترمه دي كانت متعمره من حوالي كام شهر؟ من شهر. والعمره فعلا اصلي، طبعا العمره اصلي. بس انا عاوز اوريكم حاجه، يمكن الحاجه دي اول مره تحصل. والصوصات دي يا جماعه ما بتتباعش جديده او اللي احنا مثلا موفره. انا اول مره اشوف 4 صوص. وريه بعد اذنك كده. انت منين يا صاحبي؟ اللي انت شايفه ده ايه رايك فيه؟ على 4 صوصات اللي طالعين. بتسمع صوت العربيات الثانيه دي؟ اه ايه رايك فيها بامانه؟ لا تمام. ان شاء الله بمشيئه الله ربنا قدرنا ونطلع ترمتك زي كده. بصوا يا جماعه ال4 صوت اللي عامله ازاي؟ معمره من شهر ومش عندي. ها بصوا كل سوسته في ناحيه. بصوا بقى المفروض ال4 صوت بتوعها الاصل بتاعها يبقى نازل لون اسمر زي ما انتم شايفين كده، والسوسته على طول اهي. 4 صوت يتكسروا وعلى الترمه متعمره من شهر. فانا الله مش هظلم حد، الله اعلم بسبب ايه، الله اعلم. بس ممكن نقول ميه، ممكن نقول مثلا الرباط ما كانش تمام، بس الميه هتكسر واحده 2 الطعم كله، يبقى لا، يبقى هنا الربط ما كانش تمام. اللي بدليل اللي تحت الفرخه بوكس ايه؟ فيها شرخ. فرخه من تحت فيها شرخ. عشان كده كذا مره بنقول لاخواتي الصناعيه المحترمين لما نيجي نربط نتعامل مع الفرخه ال 115 بالذات، يبقى اليد بالرباط الساعه او بيد 60، بس الرباط يبقى ايه؟ في تكه كده تسوي عليه. اللي انت لو غشمت هتقوم الفرخه شقه 2 منين؟ من النص من هنا. لما تيجي تربط طبه وتتغاشم تقوم طاقه ايه؟ الفرخه تقوم جايبه زيت تحت محرنا معجون حديد عشان هي كانت جايه فيها مشكله. فانا بصراحه بعذر صاحبها للعربيه. انا بقالي كام سنه في الصناعه، اول مره في ال4 صوت دول مكسر عليه. من نادر قوي يعني. ممكن لو صوص رشيد اقول لك ماشي، بس ال4 كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، كانت ايه مشكلتك يا هندسه وانت جاي؟ مفيش مشي. مفيش مشي في الدخان. لازم، ما هو سوسته طول ما مكسوره فاتحه جاز على طول. ما هو ايه اللي بيحكم البلف ده؟ يعني هنا في بلف يا جماعه اهو بتاع الترومبه، والسوسته دي بتركب كده، واللاكور ده بيركب كده. البلف ده بيطلع وينزل مع ضغط الجاز، بيشتغل كده اهو. فهنا السوسته مكسوره، فحانه الجاز هتبقى فاتحه على طول. يعني حانه الجاز هتبقى هنا فاتحه على طول. فنخلي بالنا يا جماعه من التقفيل، خلي بالنا من جاز. في حاجات كتير كده الترومبه ممكن تدمر لك الدنيا بسبب تقفيل، بسبب يعني شويه ميه، فربنا يستر عليك. طبعا العربيه دي 115 دي كريستاله بتركب. العربيه الناحيه الثانيه اهو. لان طبعا احنا مش ما كانش في مكان نوقفها في الصبح زي ما انتم شايفين اهو. حملها وارد الثانيه بتتقفل اهو، وان شاء الله خير. انتظرونا في كل جديد من المركز الفني خدمه الديزل لاصلاح وضبط الترمبات والرشاش. ادي يافطتنا يا جماعه اهي تمام، وادي ارقامنا، وادي العماره البيضاء اللي في وشنا اهي. تيجي تقف قدام العماره الورشه في وشك على طول، بعد الدائري ب 800 متر. المركز الفني خدمه الديزل.